السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. اليوم سنتحدث عن إبراهيم دياز الذي ضحى بحبيبته بسبب المغرب. وغوارديولا قال عنه جملة صادمة: أشياء لا تعرفها عن نجم المغرب الجديد إبراهيم دياز. وجه نجم ريال مدريد إبراهيم دياز صفعة على وجه الإسبان لن تنسى بسهولة، بعدما حسم أخيرا اختياره بتمثيل المنتخب المغربي خلال مسيرته الدولية. اللاعب الذي عاش حياة مليئة بالأسرار، بداية من عشقه منذ الصغر لفريق أوروبي، مفاجأة مرورا بديانته التي كانت صدمة للكثيرين، وقصة حبيبته التي لديها مشاكل مع المغرب. زمل قدوته في فريق واحد ولديه هوس بعيد عن كرة القدم بأغرب شيء يمكن أن تسمع عنه. وضعه بيب غوارديولا في مكانة لم يضع بها أي لاعب من قبل. إبراهيم عبد القادر دياز كما تعرفون مولود في مدينة مالاغا الإسبانية، ولكن لأسرة ذات أصول مغربية. هو الابن الأصغر في العائلة وترتيبه الخامس، ولكن ليس لديه أي أشقاء، فقط 4 أخوات جميعهن يظهر معه في أغلب المناسبات. ومؤخرا أقيم عرسه شقيقته الكبرى في مدينة مراكش المغربية. على الرغم من لعب دياز في ريال مدريد وقيامه أثناء حفلة تقديمه بالتصريح بأن النادي الملكي هو فريق طفولته وعشقه الأول، إلا أن الإنترنت أظهر عكس ذلك، لأن هناك مقطع فيديو انتشر للناشئ إبراهيم دياز وهو يقول إنه يحب نادي برشلونة ولاعبه المفضل هو ليونيل ميسي، قبل أن يتحول بسبب وجوده في أكاديمية مالاغا للاقتداء بأسطورة النادي فرانشيسكو إسكو، الذي عمل واجتهد ليرتقي من حامل كرات لإسكو في ملعب لاروسيلدا إلى زميله في صفوف الميرينغي. الحياة الشخصية لإبراهيم دياز بها العديد من الأسرار، من ضمنها ديانته التي فاجأت الكثيرين. وعلى الرغم من اسم إبراهيم الذي يحمل معاني إسلامية ونشأته بين أسرة مغربية، إلا أن دياز اختار أن يتبع تعاليم الدين المسيحي، وهذا ظهر خلال رسمه للصليب في العديد من المباريات أثناء مرحلة الناشئين. أما علاقته العاطفية فكانت واحدة من الأسرار المخفية، فسبق وارتبط عاطفا بممثلة إسبانية تدعى أنا مينا، وكانت علاقتهما تكسب شهرة كبيرة في الصحافة الإسبانية، ولكنه ترك من أجل حبيبته الحالية لوز مينديز، تلك الفتاة الإسبانية التي رفضت مرتين السفر معه لقضاء العطلات في المغرب. وحاول والدها أكثر من مرة إقناعه بتمثيل إسبانيا لتعصبه لوطنه، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، واختار اللاعب المتألق هذا الموسم أن ينضم لعرين أسود الأطلس. ليكسب المنتخب المغربي اللاعب الوحيد مع فيل فودين الذي اختارهما الأسطورة بيب غوارديولا. عمل معهما في مسيرته التدريبية، وهذا خلال تصريح شهير له في عام 2019. وأخيرا، بالنسبة لهويات إبراهيم دياز بعيدا عن ملعب التدريبات، فهو يقضي العديد من الساعات أمام الأجهزة الإلكترونية، لأنه يعتبر عاشق الألعاب الإلكترونية، ولكنه لا يلعب كرة القدم كأغلب اللاعبين، بل يقضي تلك الساعات في لعب لعبة فورتنايت التي تحول فيها إلى لاعب محترف، وسبق وفاز بعدة جوائز رسمية على نطاق إسبانيا في تلك اللعبة. فبالكرام لا تنسوا الاشتراك